معايا حوالي ربع ساعه على ما الفرن بتاعي يبدا يسخن زي ما احنا شايفين اهي. على ما الفرن بتاعي يبدا يسخن، وبعد كده هرجع اوريكم الشكل النهائي للغريبه بتاعتنا النهارده هيبقى عامل ازاي. وزي ما احنا شايفين ادي الشكل النهائي الغريبه بتاعتنا اهي بعد ما طلعت. طبعا ناعمه جدا، لو انت حابه تزودي لها كميه السكر هتنشف معاكي شويه، او انت حابه تزودي لها كميه الدقيق زي ما انت حابه. انا حبيتها بصراحه، بحبها كده دايبه اللي هي تطبع في الايد كده، يبقى بتاع اهيت. طبعا بتبقى بيضه خالص اهي، التسويه بتاعتها ما فرشتش ولا اي حاجه، الحجم بتاعها زي ما هو، تطبع في الايد كده بتاعتك، يبقى كده ناعمه خالص زي ما احنا شايفين اهوت. ناعمه، انا بحبها كده بصراحه. هي الغريبه الفرق بينها وبين البسكوتات النعوميه اللي فيها ديت والذوبان. ان شاء الله لو عجبكم فيديو النهارده ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واللايكات الجميله بتاعتكم عشان تشجعونا لمزيد من الفيديوهات. ان شاء الله نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.